السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. الوصفه ديال اليوم قريشلات اولا الكروس. شو كيجيو رطبين بحال القطن. الصراحه كيجيو هشاش و خاويين من الداخل. هاد الكريسات تيبسون بالفينو اولا كما كنقولوا الحرش، ماشي بالفورس، بواحد الكميه قليله، كاس ما كاملش. كيجيو زوينين بزاف. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، انا امال كويزين، كيشرفني تشاركوا وتتبعوا الوصفات ديالي. ونشوفوا البنات هنايا كيجيو خاويين طبيعيين. شوفوا الصراحه كيجيو زوينين بزاف. المهم ما نطولش عليكم، نبداو في المقادير. عندي 400 غرام ديال الفينو او ما يعادل 3 الكيسان تقريبا، ونص ديال العنبه. هنايا عندي 100 غرام ديال الفورس، كاس ديال الجنجلان. يمكن لك ديري كاس او اقل او اكثر على حسب الذوق. نص كاس ديال النافع. هنايا عندي معلقه ديال الحليب غبره، اختياري، تقدري ديريه تقدري لا، انا غالبا ما كنديروش، غير كان عندي ودرتو. هنا 2 معالق كبار ديال السكر، شويه ديال الملحه، معلقه ديال حبه حلاوه مطحونه. صافي هنا كنحاول نخلط هاد الحوايج ناشفين هكا، تخليطه خفيفه. هنايا البنات نص كاس ديال الماء دافي، داز فيه معلقه ديال الخميره ديال الخبز اللي كنعجنوا بها. صافي كنخليه يتخلط. هنا 3 معالق كبار ديال الزيت العاديه. صافي خليته كيتخلط مزيان. من بعد غنبدا نزيد الحليب تدريجيا. هنايا داز 2 كيسان ديال الحليب دافي، عاوتاني على حسب الدقيق، يقدروا يكفاوك 2، يقدر زيد شويه، يقدر ناقص. المهم العجينه خصها تكون خفيفه ما امكن، خفيفه بزاف كتلصق في اليدين باش يصدقوا الكريسات. هنا بيض بيضه والصفر حسب التبيه باش غندهن الكراس من الفوق. هنا 8 غرام ديال الخماره. صافي كما كتبان لكم البنات العجينه راه خفيفه بزاف، خليتها كتخلط مزيان تقريبا واحد 8 دقائق. هنا زدت عليها 2 معالق ديال الزبده بحراره المطبخ. صافي غنخليهم كيتخلطوا. صافي هنا من بعد ما تخلطت لنا العجينه خفيفه كما كتشوفوا. دهنت يديا شويه بالزيت، غنحتفظ بها هنا نيت فين عجنتها. صافي غندهنها شويه، غندهن لها الوجه ديالها شويه بالزيت وغنغطيها بالسلوفان وغنخليها تخمر. البنات راكم عارفين بما ان الحال بارد، سخنوا الفران واحد دقيقه ولا 2 حتى يسخن وطفيوه ودخلوا العجينه لداخل حتى تخمر هكا ما تعطلش ليكم. صافي هنا من بعد ما خمرات، انا البنات درت هاد الطريقه ديال الفران، سخنته ودخلت ليه العجينه، صراحه كتسهل. صافي غندهن هنايا السطح العامل بالزيت. البنات العجينه خصها تكون خامره على خاطرها وخامره مزيان. صافي هنا خويتها، حاولت نخويها من الهواء، غنقسمها على 2 كما كتشوفوا هكا من النص. صافي وغندير هاد التقطيع على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الكراس يكونوا صغار، كاين اللي كيبغيهم يكونوا كبار. انا تقريبا درتهم شويه كبار، حيت الا قطعتيهم صغار من هكا غيخرج لك حتى الكميه شويه زايد. صافي هنايا كنحاول نقادهم على هذا الشكل، كنحطهم في اللاطه.
صافي كنبقى بوحده بوحده حتى كنكمل هادشي كامل. انايا درتهم كبار، خرجوا ليا تقريبا واحد 13 حبه. صافي هنا كملتهم كاملين. من بعد ما كملتهم كندوز عليهم كاملين، كنحاول نقرصهم ولا نبسطهم بيديا شي شويه. بحال هكا. فكندوز نبسطهم كاملين، نقرصهم شويه. كيجيو ساهلين في التكراس حيت طابين والعجينه خفيفه وخايدين وقتهم في الخميره، صراحه كيجيو بنان. هنا البنات كنغطيهم مره اخرى وكنخليهم يخمروا واحد 15 دقيقه. هنا شوفوا البنات من بعد ما خمروا كندهن لهم الوجه ديالهم بالصفار ديال البيض، نديرها مع شي شويه ديال الحليب. صافي حتى كندهنهم كاملين. صافي من بعد كنزينهم على حسب الذوق، على حسب اشنو عندك. غير بالجنجلان كيجيو غزالين. انا هنا كان عندي في الدار شويه اللوز، شويه الجنجلان ولا زرعه الكتان، حاولت نزوقهم هكا شويه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه حيت كيجيو زوينين. هنا البنات الفران خصو يكون سخون على 180 درجه ماشي كثر، حيت لا شعلتوه كان سخون بزاف كيتفرقعوا القرص، ما كيجيش المنظر ديالهم زوين. هانتوما البنات هنايا من بعد كتسخنوا على 180 درجه حتى كيطيبوا على خاطرهم من الفوق ومن التحت. البنات شوفوا كيفاش رطبين، رطبين بزاف. صافي هنايا غنحطهم غنقدمهم على هذا الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. كيجيو خاويين، والناس اللي كيتجنبوا ياكلوا الفرص بزاف هاد الوصفه زوينه. صافي هنا البنات من بعد ما وجدوا كل واحد وكيفاش كيبغيهم، تقدروا ندهنوهم بالشكلاط، بالفرماج، بالكونفيسور، كل واحد والذوق ديالو. هنا البنات غنحلو لهادي. شوفوا كيجيو مفشفشين ومهويين من الداخل. بنات كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي كيشرفني الاشتراك ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الوصفه الجايه. شكرا.